السلام عليكم، كراكم لاباس عليكم؟ هانيين اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم غادي نعطيكم طريقه جديده، طريقه اخرى ان شاء الله ديال شعبان بالحنه اللي غادي نوجدوها ليله الاربع باش نقضيو بها الغرض. وهاد الشهر المبارك شهر شعبان، شهر الفرحه والخير والنصره، وضروري من الغسل بالغسل الطاقي والحنه. والغسل الطاقي راه كنت عطيته لكم من قبل، عطيتكم شي جوج طرق ديال الغسل الطاقي، وان شاء الله عطيتكم عاوتاني طريقه ديال الحنه اللي درناها ان شاء الله الجمعه اللي فاتت. ودابا غادي نديروا هاد الحنه بما اننا مازال في شهر شعبان، مازال هاد الحنه غنعطيها لكم اللي ما باقي ما دارهاش يديرها، وحتى اللي دار شي طريقه اخرى من غير هاد الطريقه اللي غادي نعطيه يعاود يدير هاد الطريقه ديالي، وان شاء الله ربي ييسر له. حيت الحنه كل واحد كيلغي بلغاه وكل واحد وكيف كيدير ليها، ولكن انا غنقول لكم على الطريقه ديالي اللي غادي ديروها وغادي تدخل عليكم الفرحه والتيسير، وان شاء الله البنيتات غتدخل اليوم بعلام الفرح ان شاء الله. لكن قبل ما نعطيكم الطريقه والتفاصيل، مرجو منكم الاشتراك في القناه، دعمونا بلايك، خليو تعليقاتكم اسفل الفيديو باستفساراتكم حول هذه الفائده، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم اشعارات القناه وكل ما هو جديد مفيد باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما قلت لكم كاين الحنه اللي عطيتها لكم السيمانه اللي فاتت، وكاين الحنه اللي عطيتها لكم في بدايه الشهر، وكاين الحنه ديال ليله 27. وهاد الحنه غادي ديروها بالجمعه، سواء كانت اخر جمعه من شعبان او هاد الجمعه اللي جايه او اللي كان، مهم ديروها. بالنسبه كما قلت لكم البنات اللي سبقوا داروا الحنه ما فيها بس ديروا حتى هاد الطريقه ديالي، ربما طريقتي تجيب لكم الفرح والتيسير. والبنوتات اللي امورهم معقده وامورهم معسره تفتح، والبنوتات اللي باغيين يتزوجوا ربي ييسر ليهم الامر ديالهم. شنو غادي نديروا؟ غادي تجيبي الحنه وراق، غادي تطحنيها في دارك على يديك، سواء بمهراز ديال الخشب ولا مهراز ديال النحاس، ولا ما عندك لا هذا لا هذا ديري النيه وطحنيها في طاحونه. والحنه تكون بلا متاويه، يعني غادي تجيبيها من عند مول العطار بلا ما تقولي له شحال، عطيه الفلوس قول له عطيني هذه حنه والسلام. كتخلطيها الاربع بالليل، يعني الغد ليه غادي تكون الخميس، تتخلطيها الاربع بالليل بماء الزهر الحر. راه كاين الناس اللي تيطحنوا وتيعطيوك الماء الزهر تيقطروه على يديهم، خذوه من عندهم يكون حر. ولكن هذا الماء ديال الزهر شنو غادي نديرو فيه؟ غادي نغليو فيه القرنفل وشويه سنيده وشويه القرفه، يكونوا مغليين مزيان في داك الماء ديال الزهر اللي تيكون حر. تتخلطي بيديك الحنينه وكتنجميهم الخميس، يعني تديريها الاربع بالليل وتتنجميها الخميس في الصباح، كتدخليها قبل ما تشرق عليها الشمس وكتغطيها. ومع المغرب باش غد ليه ان شاء الله تصبح الجمعه، مع المغرب كتغسلي يديك بماء الورد، يديك تتغسليهم بالماء الورد، وتتكوني موجده حداك واحد المجيمر صغيور باش تتبخري يديك بالجاوي البيض. تتغسليهم اولا بالماء الورد، ثم تتبخري يديك بالجاوي البيض، وتتقراي عليهم على يديك، تتقربهم من فمك وتتقراي عليهم سوره الزلزله 7 الخطرات، وتديري الحنه فيهم. ما تحيديش ديك الحنه حتى يأذن الفجر، من تسمعي اذان الفجر تيقول الله اكبر، ديك الساعه شدي ديك الحنه وحيديها. واللي بقى عليك يعني من الحنه واللي حيدتيه من يديك ما ترميش في اللي كان، هزيه ديريه في شي غرس، شي وريضه، شي شجره، شي عشب، شي حبق، مهم ديريه في بلاصه تكون نقيه ويكون الغرس زوين. وغسلي يديك ديك الساعه بالماء تاع الزهر، وتا داك الماء تاع الزهر انت تغسليه يكون تحتك واحد البانيو، غسلي يدك بالماء زهر وعاد عاودي غسليها بالماء العادي وتوضاي وصلي ليا الفجر مع راسك. وهذاك الماء اللي غسلتي به يدك بماء الزهر حتى هو رمي في شي غرس، وان شاء الله غادي تجاوبيني وغادي تقولي لي كيف غادي يدوز العام ديالك، والله يدخل عليكم الخير والتيسير والرزق. ديروا هذه الطريقه
وردوا عليا الخبر. هذا كل شيء لليوم. ولا صادفت هذه الطريقه مع ليله 27، حتى انا ما عرفتش فوقاش غادي تكون ليله 27 واش الجمعه ولا لا. المهم هذه غادي نحطها لكم ان شاء الله باش توجدوها. صادفت ديال 27 راه غادي نحطهم لكم بجوج، واللي عجبتكم فيها واللي ارتاح لكم قلبكم فيها ديروها، وانا تنفضل ديروهم بجوج، ما كاين حتى شي مشكل. ديروا هذه وجدوها، نجموها ووجدوها، وديروا حتى الاخرى ان شاء الله. هذا كل شيء لليوم. لا عجبكم الفيديو كالعاده ما تنساوش ديروا شير ونشروا الخير بين الناس، في الدال على الخير كفاعل. ما تنسونيش من دعائكم. نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله مع موضوع جديد، فكره جديده وسعاده جديده. احبكم في الله، الملتقى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.